السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. هنعمل مع بعض النهاردة السابليه. نقول بسم الله. سابليه يعني زبدة، زبدة نيوزيلندي مش زبدة فلاحي. هنضربها بمضرب البيض لغاية اما لونها يبقى فاتح وقوامها يبقى هش وكريمي، ونضيف عليها كوباية إلا ربع سكر بودرة، وبرضو نستمر في الضرب لحد ما لونهم برضو يفضل فاتح. كوباية زبدة وكوباية الا ربع سكر، ودي بيضة واحدة عليها ذرة فانيليا. هي خدت معايا 3 كوبايات دقيق بالظبط، بس احنا ما بنحطهمش كلهم مرة واحدة، شوية بشوية، لان احنا عارفين على حسب نوع الدقيق. هنفضل نلم العجينة، ما نعجنش عشان ما تعملش عرق معانا، نلم يا دوبك العجينة. خدت معايا 3 كوبايات دقيق بالظبط. هي هتلزق شوية، بندخلها التلاجة نص ساعة. بعد كده بنطلعها نفردها على رخامة طبعا نضيفة، ونقطع بالقطاعات وبالأشكال اللي احنا عايزينها. أنا عملت مربعات ودواير سادة، وبرضو عاملة واحدة مفتوحة من النص زي ما انتوا شايفين عشان التزيين يبقى باين منها. هتشوفوا ازاي معايا لآخر الفيديو. والمقادير يا جماعة هتبقى موجودة في صندوق الوصف. هندخلها مع بعض الفرن على درجة حرارة متوسطة، ودي بعد ما خرجت تحفة، سواها مظبوط جدا وناعمة وريحتها تجنن. وتعالوا مع بعض هنزينها. لونها ذهبي تحفة. زينيها بقى بشوكولاتة خام، بمربى اللي انتي عايزاه، بسوداني، بفستق. احنا عملنا بكل حاجة. انا بوريكي بس عينة كده من التزويق. دي مربى مشمش، حط كده وده الشكل. وده الطبق معانا بعد ما زيناه. يا رب تكون طريقة عجبتكم.